عيد صبحي. عملته في المجال الرياضي، كنت لاعب منتخب قومي في صغري في رياضه الكونغ فو، ثم رياضه الكيك بوكسنج، ثم كنت مدرب منتخب مصر القومي للكيك بوكسنج. وربنا اراد انعم عليا ان انا رئيس امثل الكيان، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. ده التعريف الرياضي. المؤهل الدراسي انا ليسانس حقوق. الوظيفي بشتغل في اتحاد الاذاعه والتلفزيون. ليا في العمل العام يعني رئيس جمعيه خيريه اسمها جمعيه شباب التحرير. كنت دخلت العمل السياسي فتره لكني ما استمرتش، كنت نزلت انتخابات مجلس النواب قبل كده. الرياضه بالنسبه لي هي الاساس، امر اساسي بالنسبه لي. ده بالنسبه للتعريف الشخصي. ده السؤال، انت سالتوني عن تعريف فلو اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بالنسبه لحضرتك للعبه عايزين نعرف بدايتها ايه وشيء. رياضه الكيك بوكسنج. رياضه الكيك بوكسنج رياضه تعريفها الاول وبعدين هقول لك يا شيخ. رياضه الكيك بوكسنج رياضه نزاليه. بنستخدم فيها ضربات الايد والرجل. بضرب فيها الايد زي الملاكمه، الالعاب اللي بتستخدم الايد، وبضرب فيها الرجل زي التايكوندو، الكاراتيه والكونغ فو. فيها ستايلات مختلفه، ليها 7 ستايلات. بتتدرج في القوه من الاقل للاعلى طبقا لمستوى اللي بيحب يلعب رياضه. يعني انا عايز العب رياضه بس فيها ضرب جامد، فبلعب ستايل اسمه كي 1. عايز العب رياضه بس متدلعه شويه كده وعامله زي الجمباز، فعندنا الميوزيكال فورمز هي تقريبا 7 انواع. لو كيك، فول كونتاكت، كي 1، لايت كونتاكت، بودي كونتاكت، ميوزيكال فورمز، سيمي كونتاكت. طبعا كرياضه باختصار اللي يحب يلعب رياضه دفاع عن النفس ويدور على نفسه يقدر يلاقي نفسه فيها. انا عايز العب رياضه بس ما بحبش العنف، يعني ببقى خايف من العنف، هلاقي نفسي فيها. عايز العب رياضه بس قويه شويه، هلاقي نفسي فيها انواع مختلفه. دي كرياضه. نشأة الرياضه في مصر، نشأة الرياضه في العالم، رياضه الكيك بوكسنج في العالم نشأت في السبعينات تقريبا 73 في الوقت ده. كان في خبراء لفنون الدفاع عن النفس المختلفين من الالعاب الرياضيه المختلفه من الثقافات المختلفه. باختصار كده العاب الدفاع عن النفس نشأتها مرتبطه بالحضارات القديمه لبعض الدول. فالحضاره الصينيه مثلا بيستخدموا العاب الدفاع عن النفس، واهمها عندهم الكونغ فو. كانوا الدفاع عن نفسهم ضد اللي هو المعتدي، اللي هو مقصود بيه اللي هي الجهات الخارجيه، الاحتلال الخارجي. اليابان كانوا بيستخدموا الكاراتيه، بيستخدموا الجودو. التايلانديين بيستخدموا المواي تاي. الانجليز بيستخدموا الملاكمه. يعني في معظم دول العالم. اللي حصل ان كان خبراء الدفاع عن النفس في العالم مع الحضاره الحديثه الامريكيه في الوقت ده كانوا بيدوروا ازاي يبقى في لعبه اكثر تطورا تشمل معظم فنون الدفاع عن النفس. فتره السبعينات دي تقريبا وصلوا ان نقدر نعمل لعبه نستخدم فيها ايدين ورجلين. لعبه حلقه ملاكمه سموها في الاول توب كاراتيه. اسم توب كاراتيه يعني ارتبط بالكاراتيه، ففنون يعني خبراء الاتحاد الدولي وخبراء الدفاع عن النفس اللي اصلهم كاراتيه اعترضوا على التسميه لانها كده بتضر بالكاراتيه. فكان بحث عن اسم اخر ووصلوا للاسم الكيك بوكسنج. كيك بوكسنج، كيك من اللكم، وبوكسنج بوكسنج من اللكم، وكيك من الركل. فن اللكم والركل وهو الكيك بوكسنج. اللكم والركل. دي رياضه الكيك بوكسنج. انتشرت في العالم. كان في البدايه انتشرت ازاي اللعبه؟ اللعبه في البدايه طبعا قلنا مدارس مختلفه من فنون الدفاع عن النفس كانت في سبيل تاسيسها. اهتم ممثلين في السينما الامريكيه بالرياضات دي. فكان حد زي فان دام مثلا، جاك لورز، الاسماء اللي هي مرتبطه بالالعاب الدفاع عن النفس. دون ويلسون. الناس دي عملت افلام كتيره في الفتره دي، فخلوا الشباب يهتموا انهم يلعبوا الرياضه دي. فبقى ليها انتشار كبير في امريكا وبقى ليها انتشار كبير في اوروبا. مع التطور وصلت ان كانت هي الاحدث، هي الاشيك، هي المتعدده، هي اللي فيها يعني فيها كل ما يبغيه المحب للرياضه الدفاع عن النفس. فكان انتشارها كبير قوي في العالم وعدت الالعاب ذات الاصول التاريخيه مع انها لعبه حديثه نسبيا. طب اصلها عربيا، اصلها مصريا. لو دخلت على مستوى مصر، نشأت في مصر سنه 1998 تقريبا، 1997 تقريبا. كان في مجموعه من المصريين المقيمين بالخارج
بيمارسوا الرياضه دي وعايزين يلعبوا باسم مصر في البطولات الدوليه. فرس له وزير الشباب والرياضه في الوقت ده، طلبوا منهم ان هم يمثلوا مصر، فقال لهم عشان تمثل مصر لازم تبقى عارف التمرين، فهعمل لكم كيان جوه مصر. فكانت بدايه الكيان جزء من اتحاد الملاكمه. كنا رياضه الكيك بوكسنج في البدايه كانت لجنه كانت لجنه في اتحاد الملاكمه. استمرت اللجنه دي، كانت برئاسه حد اسمه دكتور كابتن سعد غنيم الله يرحمه. فقعدنا فتره في اتحاد الملاكمه، وتقريبا سنه 2005 حصل انفصال. انشئ اتحاد لينا مستقل سنه 2005، قعد مده سنه تقريبا 2006 بسبب المشاكل اللي كانت بين اتحاد الملاكمه وبعض اللاعبين. حصل حل الاتحاد ده، وكان كمان المسؤول عن الرياضه في الوقت ده كان حد يعني الرياضه بالنسبه له برستيج اجتماعي مش اكتر. فحصل ان ما بقاش فيها اتحاد. قعدنا فتره، كنت انا شرفت ان في الفتره دي كنت انا مدرب منتخب مصر القومي، فلما ما بقاش في مصر جهه شرعيه كنت بمثلها خارجيا. فبقيت عملت كيان في مصر اسمه EMA. الكيان ده اللي كان معتمد عربيا ودوليا لتمثيل اللعبه دي في الاتحاد الدولي الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي. الى اني في 2017 اتعمل لجنه من وزاره الشباب والرياضه للعبه الكيك بوكسنج جوه اتحاد الكونغ فو. اللجنه دي استمرت تقريبا سنتين، وبعد كده حصل انفصال واتعمل اتحاد مستقل لرياضه الكيك بوكسنج. ليا الشرف اني بمثل الكيان ده، اللي هو دايما بنقول انه كيان وليد عملاقه. اي كيان عشان تبنيه بياخد وقت. انا عايز اقول لكم ان اول حدث لينا يعتبر من اكبر الاحداث للالعاب الميزانيه اللي اتعملت في مصر. ده اول الانطلاقه بتاعتنا. اول حدث لينا كان حضروا اكثر من 5000 لاعب. اول حدث، اول يوم الميلاد حضروا اكثر من 5000 لاعب. اظن ان مفيش لعبه نزاليه في مصر في احداثها العاديه النهارده بتوصل للاعداد دي. عملنا استمرنا، احنا اشهرنا في شهر 30/1/2020. في الموسم اللي فات ده عملنا بطولات لكل المراحل السنيه. بطولات دوليه فعلا حد مثلها او لاعيبه الفنون التقليديه دي في مصر هنا خارجيا؟ اللعبه على مستوى اللعبه خارجيا شغاله وقويه جدا. احنا على كل العهود اللي كانت فيه اللعبه عندنا ابطال دوليين شاركوا باسم مصر عالميا. كان عندنا جيل اول في ايام اتحاد الملاكمه، كان عندنا عدد كبير من الابطال العالميين. ثم في جيل تاني لما اتعمل اتحاد مستقل 2006 كان عندنا ابطال برضه عالميين. وفي الفتره اللي ما كانش فيها اتحاد رسمي كان في اجتهادات وكان في ناس بتمثل مصر عالميا وبرضه عندنا ابطال دوليين. هل في اسماء بارزه؟ هل في اسماء بارزه؟ طبعا لو انا بدات من الجيل الاول خالص افتكر ناصر محمد علي، كابتن محمد غانم، كابتن نور انور اللي موجود معانا، امين صدوق الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، كابتن زينب مأمون. الجيل اللي بعده في اسماء كتيره مش عايز ازعل حد. في برضه في الجيل الاولاني كابتن محمد عبده، كابتن خالد فهمي، اسماء كتيره مثلوا مصر عالميا في الوقت ده. بعديه في الجيل اللي هو 2006 تقريبا كان في اجتهادات وحصل وطلع بعض الابطال. يعني عندي كابتن عزت الرطيفي، كابتن احمد جمال، كابتن انس صلاح، ابطال مثلوا مصر عالميا في الوقت ده. ثم الجيل الاخير في الوقت اللي احنا فيه ده هو المنتخبات القوميه اللي عندنا امل عليها انها تمثل مصر عالميا وتعمل افضل نتائج ممكنه باذن الله. ممكن اعرف هو بيمثل مصر من جيل جديد ولا من جيل البطولات اللي طلعوا بره؟ بص هو انا لما جيت انا مسؤول عن الموضوع النهارده. اصلي التاريخي انا كنت لاعب منتخب قومي واشتغلت مدرب منتخب قومي، يعني اصلي فني. واظن النموذج اللي يبقى ماسك رئيس الاتحاد فني امر قليل. فجنب الاداره في وجهات نظر فنيه وانا بشتغل بالمنظومه. وانا بشتغل بالمنظومه عندي حلم ان الكيان ده يبقى افضل كيان في مصر، والابطال دول هم افضل ناس في العالم. فما اشتغلتش على 3 4 ابطال وما جبتش ناس اللي هم جاهزين وهم الاساس، لا. انا اشتغلت منتخبات قوميه على كل المراحل السنيه. الناس اصلا مستغربه اللي انا بعمله دلوقتي. انا عملت منتخب للكبار، ومنتخب للشباب ألف، والشباب ب، والناشئين، والبراعم، كل المراحل السنيه عملت لهم منتخبات، ومنتخبات الولاد ومنتخبات البنات. اللي بعمله ده اولا خلى القاعده اعرض واكبر
من الابطال اللي دخلوا جوه منتخب مصر القومي، فخلوا انتشار من كل لاعب في النادي بتاعه او المركز الشباب بتاعه انا لاعب في منتخب مصر، فخلى الناس تهتم اكتر. كمان خدت مدربين اللي عملوا افضل نتائج في الموسم ووليتهم للمنتخب القومي. طب اللعيبه زي ما في اهتمام باللعيبه اللي هم فوق 19 سنه، في نظره علميه اخرى بتقول ان افضل قوه للاعب من وقت 17 ل 23 سنه. فرحت عامل منتخب شباب الف وشباب ب اللي هم تحت 17 وتحت 19 اللي هم الهدف ان في 3-4 سنين نبقى بننافس عالميا. في اسس للاختيار، في اسس للاختيار البطل، اسس بدنيه جسمه عامل ازاي، اسس نفسيه نفسيته عامل ازاي، هو اللاعب ده تحت ضغط بيبقى عامل ازاي، اسس مهاريه قدراته الخططيه بشكل متكامل. خدنا عناصر كويسه، بس انا ما خدتش لاعب واحد او اثنين، لا انا خدت في كل ميزان 4 لعيبه. عندي وجهه نظر من زمان بتقول ان الاربع اللعيبه الاوائل كلهم ينفعوا يبقى اول مصر وكلهم ينفعوا يبقى بطل عالم، بس الاهتمام اللي هتسلطوا عليهم لحد ما توصلوا لهم خليت الاربعه دول عشان المنافسه تبقى بينهم اكتر في كل وزن. احنا عندنا 12 وزن الولاد و8 موازين البنات، فخدت في كل وزن 4. وكون اول امبارح كنا بنعمل تصفيه خلينا الاربعه دول 2. الاثنين دول فيهم منافسه كبيره، وهتكلم كمثال على منتخب منهم، هتكلم على منتخب العموم مثلا. فانا عندي منتخب مصر 12 لاعب و8 بنات يعني 20، انا دلوقتي عندي 40. ال 40 دول بيتمرنوا مع بعض، وبرده بشكل فني دخلت فنيا. رحت مقسم كل 3 موازين، كل 4 موازين مع مدرب. خدت 3 مدربين للمنتخب القومي. معناه ايه؟ معناه ال4 موازين قريبين من بعض دول اللي انا واخد فيهم عدد زياده من اللاعبين، في فرصه للمدرب احتكاك كبير ان يطلع منهم بطل. وطلبت من المدرب قسمت منتخب مصر ل3 اجزاء، فضربت ل3 مدربين، فطلبت من كل مدرب يطلع لي 2 لعيبه، يعني كل مدرب يعني معايا افضل خامات مصريه موجوده، قلت له انا عايز منهم بطلين. ففي الاخر عايز من منتخب مصر يمثل مصر عالميا في اول بطوله دوليه 6 ابطال. ده التارجت بتاعي، اعمل الابطال دول عندي امل اعمل بيهم نتائج. في ابطال بيلعبوا العاب متشابهه زي الكونغ فو، كيك بوكسنج والملاكمه والمواي تاي، انا بحاول اخلي البطل الكيك بوكسنج هو بطل كيك بوكسنج. بالشكل ده بحاول يبقى منتخبنا القومي في افضل صوره ليه في البطولات الدوليه. ما استنيتش لاول بطوله دوليه، اول بطولة احنا خدت 2021 ما نزلتش، ولكني بدات تدريب منتخبات قوميه من دلوقتي. يوم واحد في الاسبوع، مع الوقت اللي جاي هيبقوا يومين، هيبقوا 3. ليه بعمل كده؟ عشان الولاد يبقوا طول الوقت مستعدين. اول ما يبقى عندي تاريخ محدد هعسكرهم بشكل كامل، مش هعسكرهم قبل بطوله باسبوعين، لا هعسكرهم بشكل كامل بحيث ان هم يبقوا معدين بافضل شكل. عندي مجلس اداره، عندي فنيين، وانا بضرب مثال عندي كابتن نور انور، كابتن زلال مأمون، كابتن محمد الزعيم، عندي ناس من ادارتي اصلا ابطال دوليين وفنيين، فبيساعدوني في الاشراف على المنتخبات القوميه، عشان التارجت الاساسي ان الولاد دول يبقوا هم الافضل عالميا. ودي الصوره اللي بشتغل عليها كمنتخب قومي. وعندي على الصعيد الاخر فكر في انتشار اللعبه جوه مصر، فبحاول دلوقتي اوصل لكل مركز شباب وكل نادي. هديكم مثال من اللي احنا اشتغلنا بيه كاتحاد رياضي في خدمه المجتمع. لقينا ظاهره مثلا من المشاكل اللي كانت موجوده في المجتمع، كان في ظاهره اللي هي ظاهره التحرش المنتشره. بناتنا هي البنت كويسه، البنت بس ما اتعلمتش ازاي تدافع عن نفسها، ما اتعلمتش ازاي تقول له اقف، لو اتعرضت لاي موقف ممكن الامر يبقى صعب عليها. فكفكره عملنا مشروع قدمناه لوزاره الشباب والرياضه، قلنا لهم احنا ممكن نساعد بناتنا على مستوى الجمهوريه. المشروع ده اتسجل وتوافق عليه من وزير الشباب والرياضه، اتعرض على هيئه من تدعم زي هيئه الامم المتحده صندوق دعم السكان، فقالت ممكن تدعم انها تساعد في المشروع ده يتنفذ على ارض الواقع. بالفعل احنا عندنا 27 محافظه في مصر، خدنا من كل محافظه مركزين شباب اللي وفرهم الوزاره، والوزاره وفرت دعم مادي لكل الدارسات، وعملنا دوره في مواجهه التحرش، ازاي نعلم البنت من اول انها تقول له ستوب، وازاي تدافع عن نفسها بشكل فعلي، مش بالكلام، مش بالندوات، مش بالاجتماعات، بشكل فعلي. يعني البنت تخرج من الكورس اللي هو 5 ايام تقدر توقف، تقدر تعجز اي حد، تقدر توقف اي حد مكانه، تقدر تخليه فعلا لما تحط في موقف تقدر تتخلص من الموقف ده في خلال 5 ايام. ما هو احنا كمتخصصين عندنا علم بالدفاع عن النفس. لو انا قلت باختصار يعني عندنا بتفهم كده اماكن القوه في جسم الانسان،
اماكن الضعف في جسم الانسان. انا استخدمت اماكن قوتي وقدرت اسيطر بيها على اماكن ضعفك، بشكل فني كده قدرنا نتعلم ازاي نأثر. فممكن بشكل بسيط المواجهه دي تنتهي. هو انا بنقول دايما ان افضل البنت انها تتجنب المواجهه، ولكن لو فرضت عليها المواجهه، لو الامر بقى باب مقفول، لو الامر بقى امر اصعب منها ماشيه في شارع وهتحس وتعرضت لهجوم او حاجه، مفيش حد شارع ضلمه. هي لو افضل تتجنب انها تمشي في شارع ضلمه، بس لو هي يعني واقع الحال جابها في المكان ده، واقع الحال خلاها تتعرض لموقف تقدر تدافع ولا لا، علمناها الاساسيات اللي تقدر تدافع بيها نفسها. ده كان ليه اثر ان كل المديريات شباب الرياضه في مصر عرفت ان في كيك بوكسنج وبيتبنى فكره دفاع عن النفس. خدمنا فيها المجتمع، بننشر فيها لعبتنا، وكل باب احنا عندنا اكتر من مشروع. يعني عندنا تفكير ازاي اللعبه دي تخش جوه كل مدارس الجمهوريه. عندنا تفكير ازاي التفكير وبدا يتنقل للواقع. عندنا تفكير ازاي اللعبه دي كل الجهات، يعني احنا بنقابل عسكريين كتير قوي بيمارسوا كيك بوكسنج في العالم، فبنحاول ندخل احنا في مشروع معروض على امانه العمل القوات المسلحه وامانه الدفاع، ازاي كل الوحدات العسكريه كل الجنود في مصر تقدر تدافع، بتعرف دفاع عن النفس من غير سلاح. ممكن نشر تفاصيل الموضوع ده ولا لسه؟ طبعا لا مش مشكله خالص. احنا ده مشروع وهم يوافقوا عليه او لا، احنا كمدنيين، انا مدني في الاول وفي الاخر، كمدنيين المجتمع ليه عندنا دور. فاذا كنا فكرنا ازاي نساعد بناتنا، كمان العسكريين عندنا بيتعاملوا بالسلاح، طب كمان ممكن تتعامل مش بس بلياقه بدنيه وتبقى صحتك كويسه، لا ده انا بخليك تقدر في اي موقف تتعامل من غير سلاح. هفترض جدلا انك اتحطيت في موقف واتنزع منك سلاحك، او اتحطيت في موقف ومعكش سلاح، هتعرف تتعامل بدون سلاح ضد حد بدون سلاح، وتعرف تتعامل بدون سلاح ضد حد معاه سلاح. والمشروع ده عارضينه بحيث ان مدربينا على مستوى الجمهوريه برضو نساعد. احنا على مستوى الانتشار وعلى مستوى البطوله، على مستوى الانتشار بنحلم ان كل مكان فيه رياضه في مصر فيه مدرب كيك بوكسنج، وعلى مستوى البطوله بنحلم ان كل احداث الدوليه اللي هتتعمل في العالم يبقى فيها مشاركه مصريه رقم واحد، والمشاركه دي بتعمل نتائج مش مشاركه شكليه. وده هدف اساسي من الاتحاد. النقطه الثالثه كدور مجتمعي، بنحاول كل شيء نخدم بيه المجتمع من وجهه نظرنا بنقدمه. فلو انا قلت الثلاث اهداف دول هم اهداف اساسيه لعملي في المستقبل، فالحمد لله في خلال سنه انتوا عرفتونا. يعني لما جينا لكم النهارده جيتوا لان انتوا حسيتوا بشغلنا، ففي حد من وسطيكوا دعانا، وكنت سعيد طبعا لما شفت خبر كده شخصيه رياضيه محمد صبحي شخصيه رياضيه للعام 2020. بشكرك طبعا على الامر ده. انا كده بعد ما خلاص بس الله يبارك لك. امر يشرفني. انا بجتهد طبعا، اي حد في اي حته في العالم بلاش في مصر بيجتهد بيقابل عقبات. انا الامر ده اتعودت عليه من صغري، يعني بقابله بابتسامه دايما، حتى ممكن تبقى الدنيا كلها يعني فيها مشاكل كده، بقابل دايما المشاكل دي بابتسامه اللي انتوا قابلتوها مني اول ما قعدت معاكم كده، وبكمل طريقي وبص قدام عايز اوصل للهدف. ايه الهدف الاول؟ منتخب قومي قوي. الهدف الثاني انتشار لعبتي في كل مكان في مصر. الهدف الثالث اي طريقه اخدم بيها المجتمع هخدم بيها المجتمع. بالثلاثه دول باصص قدامي، واي بقى طوب بيجي من الشمال ومن اليمين مش فارق معايا قوي، يعني اتعودت بتحمله يعني وماشي في طريقي. وربنا كرمني برفاق كفاح محترمين بيساعدوني على العمل. اذا انا كنت اتضغطت شويه فبلاقي حد سندني. طب طالما ذكرت كلمه كفاح بقى، ايه الصعوبات اللي واجهتكم في اللعبه عموما؟ يعني ده ايه نشأة اللعبه وتفكيرك في عمل الاتحاد؟ اكيد في صعوبات. بص لعبتنا ومدى تعاون وزاره الشباب والرياضه برضه. لعبتنا جزء من المجتمع، والمجتمع اللي انتوا عايشينه اخواتي الصغيرين مش سهل. كل حد فيكم بيحاول ينجح بيلاقي عقبات في طريقه، عقبات روتينيه، عقبات من البشر اللي عايشين حواليك، حد بيعطلك، عقبات حياتيه. انت او انت عايز تشتغل صحفي، فتلاقيك، انا اسف لو بخش في تفاصيل، بس هتلاقيك ايه؟ عقبات بتقابلك. الدخل بتاعك قد ايه؟ هعرف اجهز نفسي عشان اتجوز ولا كل حاجه بنعملها في حياتنا في عقبات. في ناس بتعرف تتغلب على عقبات تبقى اقوى. قاعد مع لاعب منتخب قومي امبارح، كابتن انا مسؤول عن بيتي، امي وابويا انا بصرف عليهم، فالدخل اللي بيجي لي في الرياضه قليل. هو اللي بيقوله وانا مؤمن بيه وفاهمه، لكن جوايا ايه؟ البطل هو اللي بينجح في مواجهه الظروف اللي حواليه ويحقق
الهدف. الانسان الناجح في حياته يعني ايه؟ يعني كلكم قدامي في منكم مش هيبطل في يوم من الايام صحافه، في منكم هيستمر، وفي منكم هيبقى نجم حسب اجتهاده. هو الامر في مجالنا. الرياضه بتاعتنا من البدايه كانت بتتقتل. ليه؟ لانها رياضه جايه بتاخد من كل الالعاب اللي حواليها، فالاتحادات الاخرى بتغير منها، فكانت بتحاول تسيطر عليها. قعدنا نحارب لحد ما خرجنا منها. واحنا ماشيين في الطريق كان في مثلا مشاكل بتقابلنا لفساد مالي واداري من غير ما اخش جواه، عشان احنا ربنا قدرنا وقدرنا نتخطاه، حاربناه وقفنا ووقفناه عند حده. واحنا بنأسس كياننا كاتحاد في روتين وجهات مش عايزه تشتغل. في ناس كده بتقول لك لو انت اشتغل كده، يعني لما تشتغل هيبان اخطائك، اللي ما بيشتغلش ما بيبانش اخطائه. ففي ناس بتحب ما تشتغلش، وفي ناس بتشتغل. ده التارجت بتاعنا ان احنا نوصل للناس اللي بتشتغل دول، وقدرنا نشتغل، قدرنا نحقق هدفنا. من غير ما اتكلم في العقبات، لكن هتكلم في الانجاز. اشهر اتحاد قعدنا 20 سنه نحاول نشهره. في موظفين بيعطلوا، وفي ناس محترمه. قابلنا وزير محترم زي الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه الحالي، وساعدنا في ده. جوه اللجنه الاولمبيه قابلنا رئيس لجنه اولمبيه محترم. من وجهه نظرنا والواقع بيقول كده، ان ساعدونا لحد ما بقى لنا كيان. في الاخر بقينا الكيان اللي اسمه الاتحاد المصري للكيك بوكسنج، اللي كل الالعاب الرياضيه في مصر بتبص له وشايفاه كل يوم والتاني احسن من اليوم اللي قبله. واحنا بالنسبه لنا فيرست ستيب، الخطوه الاولى. احنا بالنسبه لنا مش نسابقهم، هم مش في خيالنا. احنا بالنسبه لنا نبقى دايما الاول. زي ما انت في حساباتك انك في يوم من الايام المكان اللي انت جاي تتدرب فيه ده تبقى مدير. انا في يوم من الايام لما رحت لعبتي وانا بكلم رئيس الاتحاد قلت له في يوم من الايام هبقى رئيس اتحاد، وانا النهارده رئيس اتحاد. انا شايف ان من حق كل واحد فينا يحلم انه يبقى في يوم من الايام رئيس جمهوريه. شايف ان من حق كل واحد فينا يحلم انه يبقى افضل، تبقى حضرتك افضل من اي اعلاميه موجوده في مصر، وحضرتك افضل من اي حد موجود في مصر. كل اللي مطلوب منك انك تجتهد، طموح، ومطلوب منك انك تجتهد لحد ما توصل انك تبقى فعلا الافضل. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، بالاجتهاد، بالصبر، بالاصرار. ان شاء الله ربنا ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. ان شاء الله باذن الله هكون افضل حد في الدنيا. ده العقبات وده الانجاز اللي خلانا بعد فتره طويله نبص للعقبات 20 سنه دي ونبتسم. يا 20 سنه عدوا، ربنا نصرنا، احنا كيان الناس كلها بتبص له كده. ازاي بيعملوا ده؟ احنا فخورين بده، بس بنقول لهم لسه بدري قوي. يعني احنا وانا وكل مجموعه العمل لسه بدري قوي. احنا فيرست ستيب، احنا جايين، احنا هنبقى الافضل. هدفنا نبقى افضل كيان في الدنيا. بس جمله لسه بدري دي، يعني ايه الطموحات اللي موجوده دي؟ في طموحات؟ تعالى نقول يعني احنا بنتكلم عن طموحات مستقبليه للعبه نفسها. طبعا. رقم واحد، لعبتنا تبقى افضل لعبه في مصر، تبقى اللعبه الاولى في مصر، اشهر لعبه في مصر. يعني ايه؟ يعني نخلي كل بيت يعرف ان مهم عندك وابنك بيروح يلعب رياضه جماعيه اذا كانت منافسه بيننا وبينهم يعني، او رياضه فرديه اخرى. لا، لما تلعب عندي رياضه، رقم واحد بتلعب رياضه. لما تلعب رياضه انت انسان صحيح البدن، يساعدك في مذاكرتك، يساعدك في حياتك. عايزين نوصل الرساله دي لكل اسره. طب لما تلعب رياضه دفاع عن النفس، انت جسمك كويس، صحتك كويسه، كمان قادر تدافع عن نفسك في كل موقف. ففينا ميزه نسبيه عن كل الرياضات الاخرى. فيبقى التارجت بتاعنا ان احنا نوصل كل بيت كرياضه وكانتشار. كنتائج ان احنا نكون رقم واحد كمشاهدين ومتابعين. ان كل حد زي ما الناس كده بتدور على الكوره واهم ماتشات، الناس كده بتدور على الكيك بوكسنج واهم ماتشات. على المستوى المحلي ننظم احداث مش نرتقي، نخلي العالم يتمنى تبقى زيها. يعني مش احنا بنفكر نرتقي للمستوى العالميه، لا، بنفكر ننظم احداث عالميه العالم يتمنى يعملها. لاننا عندنا خبره في ده كتير، في اوقات في حياتنا كتير. عايزين النهارده نعمل نموذج افضل. هضرب مثال بشغلك، شغل حياتك، وانت بتعمل جريدتك، وانت بتعمل انت عايز تبقى عايز الكيان ده يبقى افضل من افضل كيان في العالم، مش يبقى زي افضل كيان في العالم. يعني لما يجوا ولادي يقولوا لي
لعبت يعني انا عايز ابقى زي فلان، اقول له لا، كون نفسك وخلي العالم يبقى زيك. حقق اعلى من اي حد. لو بصيت هدفي كصحفي اقف عند المستوى بتاع محمد مثلا، هاجي عند المستوى ده واقف. لكن انا بفكر ابقى افضل حد في الدنيا، فبتعلم بتعلم بتعلم بتعلم، بسمع بسمع بسمع، ولما اجي اتكلم اكتبها. ده الامر، دي الرساله. جميله جدا. اسمع اسمع اسمع، السماع اولا. طبعا طبعا. انت لسه حاجه؟ ايه اخطر الاصابات اللي تعرض لها اللاعب بتاع كيك بوكس؟ بص، وانت ماشي في الشارع وانت في حمام بيتكم ممكن تتكعبل تصاب. يعني سمعنا كتير قوي واحد بيتكعبل على السجاده اتكسر. فالاصابات دي امر واقع ممكن يقابل اي حد في اي حته. الرياضات بتاعتنا فيها قدر من السيفتي، من معدات الحمايه اللي بتخليه ابعد ما يكون عن الاصابه. احنا عندنا ادوات حمايه زي الهيت جارد، واقي الاسنان، الهيت جارد واقي الراس، الماوس جارد واقي السنان، شين جارد واقي القصبه، قب واقي يعني واقي تحت الحزام، جلافز بيقلل، الجلافزات دي بتقلل قوه الضربه اللي داخله للخصم. باختصار تقريبا في حمايه كامله لده. لكن زي ما في اي مكان في الدنيا، في بيتك وانت حتى رايح شغلك ممكن تعرض لاصابه، ممكن تتعرض لاصابه، في هامش الاصابه ده موجود. لكن خطورتها وصلت لحد فين؟ احنا ما عندناش حد قبل كده سمعنا انه مات، بس سمعنا ان في ناس ماتت وهي بتشرب مخدرات. فلو حطيت الاثنين بقى على ميزان واحد واقول ان كل حد في البلد دي بقى يلعب رياضه، يبقى احنا بنخلق مجتمع سليم. ولو قلت بقى بيلعب رياضه دفاع عن النفس، احنا بنخلق ناس اقوياء. ولو قلنا بيلعب كيك بوكسنج، بنخلق مقاتلين يفيدونا في ان بنطلع مواطن اقوى من الطبيعي. لان الرياضيين عندنا بيبقوا فعلا اقوى من الطبيعي، مش في عضلاتهم، في فكرهم. ده التارجت وده الهدف. فما بقول لكل ام واب ما تخافش من الاصابه. الاصابه دي واقع ممكن يكون في اي حته، ودي مش عندنا اساسا، وهي نادره الحدوث. ده باختصار. سلمى سعد من وكالة أنباء مصر. ايه هي الأنظمة والأساليب ما هي أنظمة أساليب اللعب في الكيك بوكسنج في القتال؟ مش فاهم السؤال. ستايلات الكيك لا هي تقصدي كده؟ اه عاوز الاساليب بتاعتها. الكيك بوكسنج ليه 7 اساليب اساسيه. في اساليب تمارس على الحلقه، وفي اساليب تمارس على البساط. من اقواهم زي الكي 1، اسلوب الكي 1 بضرب فيه بالايد والرجل والركبه. لو كيك بضرب فيه ايد ورجل. فول كونتاكت بضرب ايد ورجل بس الشكل مختلف. الاولاني بضرب كل الجسم بما فيه الضرب في الفخذ. الثاني بضرب فيه فوق الحزام بس، يعني في المنطقه فوق الحزام فيما اعلى الضرب فيه، اللي هو الفول كونتاكت، مش مسموح الضرب في الفخذين. في لايت كونتاكت هو زي الفول كونتاكت، بلبس فيه بنطلون وتيشيرت وبتلعب على البساط، بس الباور فيه مش مسموح عشان في ولاد عندنا ما بيحبوش الباور، فاحنا قلنا نكسبها. السيمي كونتاكت بعد كل بوينت، الناس اللي لهم علاقه بالمارشال ارتس، بعد كل بوينت بيوقف زي الكاراتيه كده، بيوقف ويحسب البوينت. تعالوا نروح لاسلوب تاني، الميوزيكال فورمز. ميوزيكال فورمز حركات قتاليه على نغمات الموسيقى. تحس انه بيرقص زي الباليه وزي الجمباز. لياقه بدنيه عاليه جدا. عنف من غير ضرب. مفيش خصم بيبقى الخصم فيها خصم وهمي زي الكاتا في الكاراتيه مثلا. بنزل اعمل عروض سواء بسلاح او بدون سلاح هوائي، بتتطلب لياقه بدنيه عاليه، بتخليك قادره تعرفي ازاي تدافع، يعني تعرفي فنون دفاع عن النفس، الى اني ما فيهاش احتكاك مباشر بينك وبين الخصم. ففي ناس كتير بتحب الشكل ده. الكيك بوكسنج كمان كاتحاد، اذا كنت هكمل صراحه هذا، كاتحاد مصري كيك بوكسنج عندنا لجان عمل مختلفه غير الستايلات. يعني عندنا اسلوب قتالي اسمه السامبو، وعندنا اسلوب قتالي اسمه الام ام اي. السامبو على موضوع السامبو ياباني؟ روسي. وعندنا اسلوب قتالي جوه الاتحاد اسمه ام ام اي، وعندنا اسلوب قتالي يعني كلامنا اسمها الدفاع عن النفس، سيلف ديفنس. وعندنا شيندوكاي كلجان، تايكون جيتسو، سافات. عندنا الالعاب اللي ملهاش شعبيه دخلناها عندنا وبنساعدها يبقى ليها كيان في مصر. لو انتوا حابين تفصيلا
الصامبو كرياضه عشان بدات تنتشر وبدانا نعمل لها ناخد احداث. الحاجات الاشهر. الاشهر ناخد منهم الاثنين، الاشهر الصامبو والام ام اي. الصامبو كرياضه فيها اكتر من اسلوب جواه. في صامبو سبورتيف، صامبو كومباكت، صامبو بيتش، سيستيميك. صامبو سبورتيف هي عباره عن خليط بين الجودو والمصارعه، بتلعب على مستوى المصارعه. صامبو كومباكت الخليط ده زائد الضرب الاسترايكنج، الضرب واقف، الضرب بالايد وبالرجل وبالركبه والكوع بالدماغ، في كل المهارات. وفي تحت تيك داون، وفي تحت سبميشن على الارض. دي رياضه الصامبو اللي هي صامبو كومباكت. في صامبو بيتش اللي بيتلعب على البيتش في يعني بيكون طالعين مصيف ولا حاجه، بيتعمل مربع وبيترمي فيه رمي بس رمي من غير ما جزء ثالث من جسمي يلمس الارض. ليه؟ يفهم ده الفنيين اكتر، اني وانا برميك في ناس وهي بترمي جسمها على الارض، في وهي بترمي ما ينفعش جسمها على الارض. سيستيما ده اسلوب قتالي بيستخدمه المحاربين في الجيوش للدفاع عن انفسهم سواء بسلاح او بدون سلاح. ده بالنسبه للصامبو، وهو لعبه عالميه ليها انتشار كبير جدا. في رياضه اخرى ليها انتشار عالمي، الام ام اي. هو لجنه عندنا بس هو عشان ملوش اتحاد دولي في العالم. كلجنه هي تقريبا شبه الصامبو الكومباكت اللي هي فيها كل حاجه بقوانين طبعا تحدها، وهي ليها انتشار عالمي كتير وموجوده برضه لجنه عندنا. فالكيك بوكسنج في العالم في مصر جاي بشكل قوي، وتقريبا ضم معظم الالعاب المصمومه في مصر، وبنحاول نساعد على انتشار الرياضه، وده هدف او تارجت اساسي لنا ان شاء الله. يعني كده الام ام اي بقى اساسي تبع اتحاد الكيك بوكسنج. لجنه عندنا طبعا، لجنه عندنا في ناس زي ما كل صراع بدأناه كابتن ياسر، في ناس بتحاول تعمل اتحادات. احنا ما عندناش مشكله اي حد يعمل اتحاد، بس بنساعد ان اللعبه دي يبقى ليها انتشار. زي ما كان في ناس ساعدتنا زمان، احنا كمان بنحاول نساعد برضه اللعبه دلوقتي. ده باختصار، بس في ناس ثانيه بتحاول انها تعمل اتحاد مستقل. شايفين. هاني صالح، وكاله انباء مصر وعيد التلفزيون. حضرتك ايه دور الاتحاد في تنميه مهارات المدربين عشان ما تفضلش المهارات بتاعتهم ثابته؟ ايه دور الاتحاد في تنميه مهارات؟ الاتحاد ليه دور اساسي في تطوير قدرات مدربين. يعني بنعمل دورات تدريبيه للمدرب لاعداده ان هو يكون مدرب، ثم بنعمل دورات تدريبيه لتاهيله تطويره انه يبقى مدرب اقوى. يعني مثلا عملنا في مصر الدوره الاولى كان فيها 500 مدرب، وعملنا الدوره الثانيه كان فيها حوالي 250 300 مدرب، تقريبا قربنا من 1000 مدرب في مصر. طب هو ده كفايه؟ لا، في دورات صقل لتطوير المدرب. لان المنتخبات القوميه محتاجه ان المدربين الموجودين يبقى عندهم اكثر خبره. فعملنا لجنه علميه في الاتحاد. اللجنه العلميه دي جبنا الناس اللي يملك درجه الدكتوراه او الاستاذيه، يدونا العلم وصل لحد فين في التطوير. وعملنا دلوقتي واعلنا الفتره دي ان احنا بنعمل دوره اعداد مدربين منتخبات قوميه. اللي بيخش الدوره دي ليه شروط طبعا، يعتبر من افضل المدربين في مصر. هدفها تطوير قدرات المدرب، مش مدرب واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، لا، تطوير قدرات عدد كبير من المدربين عشان يبقى قادر انه يخلق بطل يوصل للعالمين. وده هدف الدوره، وان شاء الله هتبدا من شهر يناير اللي جاي باذن الله. ده بالنسبه لدورنا في التطوير. وطبعا احنا يعني الكوادر اللي موجوده واي اقتراح بيجي لنا احنا بنحاول نفكر فيه وازاي نطور، بس ده دورنا الحالي في التطوير. معايا. ردك ايه على الناس اللي عايزه توقع اتحاد الكيك بوكسنج؟ مين هم من لا ما ذكرتش اي كلام. اي انسان ناجح، انا مش جاي المكان ده يعني في وسطيكم اللي عامل الكيان ده تلاقي ناس بتحارب. اي كيان ناجح بيتحارب. انت وانت بتشيل المسؤوليه دي مدرك انك هتتحارب ولا لا؟ انا هقول لكم، انا بكلمكم كده عشان انتوا يعني شباب كده جمال، فانا حابب احكي. اي حد فيكم لما يكون شخص عادي في الحياه محدش بينافسه، مفيش حد هيحاربه، فمش هيحس باي حاجه. الحياه حلوه. اول بقى بنجح هلاقي غيره، وممكن تبقى من اقرب الناس. هلاقي منافسه، هلاقي احقاد. اتعامل معاها ازاي؟ انا ببتسم وعارف ان الصدمات اللي بتحصل والحروب دي معناها نجاح، فبيشجعني انجح اكتر، فبحاول انجح اكتر وبعمل اللي عليا وبجتهد، ففي الاخر بيبقى توفيق ربنا. احنا بيحصل معانا كده. يعني هقول لكم مثلا انا كنت بعلم، انا بفتخر اني فني، بفتخر ان انا اصلي مدرب. كنت واقف بعلم، انا مش مدخن اصلا، فكنت برمي حركه مصارعه، فحد راح واخد الصوره عامل لها مونتاج وحاطط لي شيشه. انا شفتها الناس اتضايقت وعماله تبعتها لي، وانا شفتها مبسوط.
اصلا عمري ما شفت شيشه مش عارف طعمها ايه. بس الفكره ان هو بيبتكر، عجبني ابتكاره، انه بيبتكر ان هو ازاي يقرر الناس فيها، بس هو مش عارف ان معظم الناس عارفه ان هي مش مدخل اصلا. هو يعني ايه، محارب غبي. عارفين معروف ان الصوره نفسها والمنظر بتركب. مش فارق معايا ده، فارق معايا ايه؟ ده انا بنجح وبوجع. فانا مش مسمع يعني في اثر. فعايز انجح فبكمل طريقي. طب الراجل ده بشفق عليه، بقول له ان شاء الله كده ربنا يهديه ويفهم الناس دي وتفهم وتبقى موجوده معانا في الطريق، لان انا اساسا من اول يوم من قبل ما اعمل الكيان زي ما كان بيقول الكابتن ياسر كان في حلول كتير. فانا اعلنت اني فتحت باب لكل الناس. قلت لكل الناس في مصر مرحب بيكم. في ناس كانت متشككه في الامر. انا اصلا متسامح مع نفسي، فما بالك بالمجتمع. فانا مش شايف يعني ما افتكرش ان في حد بكرهه في الدنيا. ففتحت الباب للناس. في ناس فهمت ده وجت ودخلت في الطريق وماشيه معايا. في ناس ثانيه لسه متردده، في ناس ثانيه اتاخرت. بس اقدر اقول ان 99% من الناس موجود. طب ال1% ده ربنا يهديه، لكن مش زعلان منه، بالعكس ده هو بيبين شغلي اكتر. ليه بقى؟ لان لما بيحصل، يعني بقول لكم برضه في الحياه، لما بيحصل ان حد تتعمل جبهه ضدك بتبين لك اولا اخطائك، لو عندك خطا فتاخدي بالك فتطوري من نفسك، فمش حاجه تضايقني. المؤمن بيبدا المنافسه. رقم 2 بتبين لك مين بيحبك ومين ما بيحبكيش. مين في ظهرك ومين في اول موقف بيبيعك. فبتبقى الدنيا اوضح. الشده دي بتخلي الدنيا اوضح. لكن وانت ماشيه في الطريق ومالكيش منافسين ممكن تنامي، ممكن تتراخي. فانا ببقى مبسوط لما الاقي منافسه، لاني اساسا فايتر. اصلي كنت لاعب، فانا مقاتل. فلما بلاقي لما بمشي في الحياه كده مفيش حد بيلعب معايا ماتش مش مبسوط، لكن لما حد بيخش معايا مباراه انا مبسوط. فانا ببقى مبسوط من ده. يعني انا الناس اللي بتضايقني انا مش متضايق منهم على فكره، انا بقول لهم رساله مش عامله بس موشن، انا بقول لهم رساله. انا مبسوط، انت بتشجعني. لو انا لقيت عندي خطا بعدله، وبالعكس انت بتخليني اشتغل اكتر. يعني مثلا الناس اللي عامله مشاكل عشان احنا بنعمل احداث ام ام اي، انا كنت في دماغي مثلا اعمل في السنه 4 احداث، انا كنت فاكر النهارده اعمل 12 جامد. يعني بالعكس ده شجعوني اكتر. ليه؟ لاني شايف ان في حلول. لا ده انا هشتغل اكتر عشان اقول للناس ان احنا نموذج انجح. فانا طبعا ده كلام اطمئنان للمجموعه دي، وكل بقى مجموعات بتعملنا امر عادي خالص. نحارب مش عشان نحارب عشان نثبت اننا الافضل دائما. معاك اتفضل. محمد سيف معاق بريس. كنت محمد سيف مين؟ معاق بريس. اسمها معاق بريس؟ يعني حضرتك برحب بيك اولا. ثانيا برضه انا اطرح عليك هذا التساؤل: كيف تصبح لعبه الكيك بوكسنج اللعبه الشعبيه رقم 1 في مصر؟ يعني ايه الخطوات اللي يمكن اتخاذها والوقت اللي ممكن يتاح لها انها تصبح اللعبه الشعبيه رقم 1 في مصر؟ رقم 1 انا وانا بتعامل مع الاسره كلها. يعني بقول للمدربين مش بتتعامل مع اللاعب بس، لان لو ولي الامر ما اهتمش بالرياضه ده معناها انه ما يخليش ابنه يروح التدريب. فاحنا بنشتغل على كل الاسره، واهم حاجه فيها الام. فيبقى رقم 1 ان بنوصل للاسره المصريه. بنحاول نوصل لكل بيت. بنحاول مدربين نرفع قدراتهم في التعامل مع الاطفال، لان الطفل ده هو يعني رقم 1 في الاسره، هو اللي بيجيب الاسره كلها وراه. يعني لما تكبر كده تبقى اب ان شاء الله، تعرف ان انا ممكن عشان نفسي ما انزلش بالليل. تعبان شويه هنام، لو ابني تعبان هنزل. لو ابني عايز يروح يجيب لعبه هروح له. لو ابني عايز يروح النادي هروح عشان النادي، مع ان ممكن يبقى مزاجي ان انا ما اخرجش، بس ابنك الوحيد اللي في حركه. فاحنا بقى بندور على المحرك ده وبنجيبه. لو جبناه وقدرنا نحببه في لعبتنا، الاسره كلها بتيجي، لعبتنا بتتشهر اكتر. بنحاول نبحث عن الكفاءه في التنظيم. طب لو عملنا مستوى اعلى في التنظيم، الناس اللي بتيجي لعبتنا كل يوم بتزيد مش بتقل. طبعا في حاجات بتحصل، في اخطاء بتحصل، وده امر طبيعي ووارد. ان ممكن يبقى في ولد يتظلم في تحكيم، وارد. بس احنا بنحاول نعدل دايما من عملنا. لكن باختصار وانا بشتغل على ده، بشتغل ان انا اوصل لكل بيت، اوصل لكل مركز شباب، اوصل لكل نادي. يعني انا عندي في خطتي ان دلوقتي بشوف كل محافظه فيها انديه ايه، مراكز شباب ايه، صالات ايه، وبحاول اوصل لها. كده يبقى اسم رياضتي موجود في كل مكان، مع النجاحات العالميه اللي بتتعمل، مع المبادرات اللي هي خاصه بالمجتمع المدني بشكل عام بره المستوى الرياضي، زي مبادره لا التحرش اللي احنا عملناها،
زي مبادره لا للبلطجه اللي احنا بنقترحها، مع دخولنا جوه الجيش، مع دخولنا جوه المدارس، مع دخولنا جوه الشركات. فده كل يوم بيديني مساحه اكبر ان اوصل لمكان اكبر جوه مصر. طبعا الى جانب الكابتن، الى جانب التوجه الاعلامي بقى، يعني هو دايما الاعلام بيبقى دايما مهتم برياضه كره القدم، فهي ده اللي خلاها الشعبيه بتاعتها اكتر. لو ان الاعلام فعلا قدر ان هو يقنع الناس باهميه ان في العاب ثانيه، يعني احنا عاوزين مثلا من خلال الشغل بتاعنا ان احنا نقول والله جنب كره القدم في العاب ثانيه 1 2 3 عاوزين الناس تبص لها، فهنساعد الاتحاد وهنساعد اللعبه نفسها. حضرتك فكرتني ان احنا في مجلس ادارتنا اللي فات، مجلس ادارتنا من فتره وجمعيه عمال الاتحاد، خدنا قرار ان احنا نعمل برنامج تلفزيون متخصص لرياضه الكيك بوكسنج. فده لما بيظهر للميديا بيدينا حضور اكبر، خصوصا ان احنا بنحاول نعمله في قناه من القنوات اللي ليها انتشار اكبر. عملنا اهتمينا بوجودنا في السوشيال ميديا، في صفحه الفيسبوك بتاعتنا في ناس مهتمه بيها، صفحه اليوتيوب بتاعتنا بدانا نعمل بث مباشر يبقى كل ولي امر بيشوف ابنه. واحنا والله بنكون سعداء هنا لو كانت انباء مصر هنا اي اخبار او اي فعاليات موجوده داخل الاتحاد نبقى على علم فيها ونزلها نغطيها. طبعا يشرفني دوت، وعايز اقول لك ان هم بيقولوا عليا قناص وانا بفتخر بده، مش مضايقني. انا وانا موجود معاكم هحاول يبقى انتوا معانا صوت لينا بتوصلوا اخبارنا، ولو نقدر كل احداثنا تبقى في تغطيه منكم ليها، وحتى يعني نشوف الطريقه نبحث مع بعض عن الطريقه اللي نطور عملنا بيها، لان انا عايز اعمل موقع الكتروني للاتحاد المصري للكيك بوكسنج. فلو الكوادر بتاعتكم ممكن تساعدنا في ده امر محترم. يعني انا بتمنى على حضرتك بعد اللقاء ده مع الاخوه المذيعين والصحفيين الموجودين، لو نقدر نقعد مع بعض ونشوف ازاي يبقى في تكاتف بيننا عشان نطور من شغلنا، امر اساسي بالنسبه لنا. احنا على مستوى الميديا، لو قلت لحضرتك السوشيال ميديا الحمد لله سواء الفيسبوك او اليوتيوب شغالين كويس. بنحاول نعمل برنامج تلفزيوني، بنحاول نوصل لكل اسره، بنحاول كل مدرب يعرف يتعامل مع الاطفال. يعني انا كنت فاكر في دوره تدريبيه بقول للناس هنشتغل ازاي، فلقيت كل المدربين بيفكر او عدد كبير من المدربين بيفكروا ازاي بطل. لا، انا مهتم باللي مش بطل، مهتم ان الرياضه توصل لكل الناس، انتشارها هو اساس قوتي، فبنحاول نعمل ده باذن الله. اكيد ان شاء الله وطالما بنحاول هنستمر ونوصل. اتفضل. اصلا توفيق وجاي عند اسيا، عايز اسال حضرتك هل حضرتك شايف من وجهه نظرك ان رياضه الكيك بوكسنج واخده حقها في مصر؟ بص، احنا كمسؤولين كان زمان في تجاهل. النهارده هم كمسؤولين عملوا اللي عليهم من وجهه تكوين كيان رسمي لينا. اصبح في بدايات. اصبح البدايه. دورنا احنا بقى دلوقتي المسؤوليه مش على حد، المسؤوليه عليا انا ومجلس ادارتي. ازاي ننشر لعبتنا؟ ازاي نحاول يبقى عندنا منتخب قومي قوي، استكمال مسيره اللعبه. الله عليك. فبقت المسؤوليه اتنقلت من ان هي لعبه واخده حقها مش واخده حقها، لا، هي كده الاساس بقى في ايدينا احنا. لو احنا عملنا من اللعبه دي لعبه قويه يبقى احنا مجلس اداره قوي، لو احنا ما قدرناش يبقى احنا ضعاف. فالمسؤوليه دي انا قدام ربنا وقدامكم بعمل اقصى جهد ليا. انا حياتي كلها فرغتها لده ليه؟ لان حاجه انا بحبها حياتي عمري كله ان انا ابنيها، فربنا اداني الفرصه ان انا ابقى قائد منظومتها. فبعمل على باقصى قدرات ليا ان المنظومه دي تبقى الافضل. فانا كده مسؤول اني اخليها تاخد حقها. واحنا كجهدنا كاعلاميين وكمنصات اعلاميه هنحاول باذن الله ان يكون في شركاء مع الاتحاد. بما ان في لجنه شرعيه دلوقتي في اتحاد الكيك بوكس، ليه المنظمات الثانيه بتشتغل باسم الام؟ هي وجهه نظر بالنسبه لي تمارس في العالم. يعني عندي نقطتين، نقطه شخصيه ونقطه بشكل عام. رياضه الام ام اي في العالم تمارس من خلال منظمات وشركات مش من خلال الاتحادات. اسمها رياضه ايه؟ الام اي هي ميكس مارشال ارتس، اختصار لميكس مارشال ارتس. فنون الدفاع عن النفس كلها بيجي من العاب مختلفه يلعبوا مع بعض جوه اللعبه. مع تطور اللعبه دي بقى ليها روادها وليها مدربينها. اللعبه دي في العالم بتشتغل من خلال شركات ومنظمات، فبعض الافراد في مصر اختزلوها لنفسهم. طبعا على المستوى الشخصي احنا من مؤسسين اللعبه دي في مصر، اذ لم نكن من قبل ما حد يسمع اسمها احنا اللي اسسناها وبنيناها. فبقى علينا مسؤوليه تجاه اولادها ان احنا نحاول نساعدهم. والناس اللي بيخطفوها برضه مسؤوليتنا ان احنا نقول لا، اللعبه دي بتاعت كل الناس. فاحنا سيبنا كوجهه نظر الفلسفيه بقى هنا ايه؟ سيبنا كل حد عايز يشتغل في الام ام يشتغل، ينظم على حسب وعملناها لجنه عندنا. في حد بيحاول ينافسنا واحنا بنحب المنافسه، ما عندناش مشكله. احنا اللي بيزعلنا بس الخطا او حد يشتم او يغلط، لكن طول ما هي منافسه مفتوحه اللي هو الخروج عن الروح الرياضيه. انا شايف ان المنظمات الثانيه يعني شغاله انها تكسب اكتر من انها تنشر. تمام.
انا مش انا برضه عايزك انت توضح للعيبه. انا بحب الام ام اي، انا لاعب طبعا. فانا عايزك توضح للعيبه المنظمات الثانيه هدفها ايه، واللجنه الاتحاد الكيك بوكس هدفها ايه؟ بص، في البحث عن النجاح ليه طرق. في ناس انا وانت انا وحضرتك في منافسه، فبيحط تراب على المنافس بتاعي عشان اقول انا افضل. في طريقه اخرى بتقول ان انا اطور من ادائي عشان ابقى انا افضل، ما انا وانت متساويين تقريبا. انا عايز ابقى احسن منك، اعمل ايه؟ يا اما ابوظ صورتك يا اما اطور من صورتي. احنا خدنا طريق تطوير من صورتنا، الاخرين ماليش دعوه، شغل فيه. كل واحد له هدفه. احنا هدفنا اللعبه دي تنتشر في مصر، هدفنا الابطال دول ياخدوا حقهم في مصر، هدفنا الناس اللي بتشتغل على مستوى دولي تاخد حقها ويبقى في دوله في ظهرهم، يبقى في دوله بترعاهم.